السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ طبعا اكيد محدش فينا ما بيستخدمش الذكاء الاصطناعي الاي اي على الاقل في حاجه واحده. بالعكس انا عن نفسي بستخدمه في حاجات كتير جدا، زي ان انا ابحث عن افكار جديده مثلا للقناه، او حتى حاجه عايز اعملها في البيت، او اشوف حلول لمشكلات كبيره مثلا مزهقاني، او مثلا ان انا انشئ صور جديده ملهاش وجود مثلا. ومثال على كده مثلا الصور اللي موجوده في الثامنيل او الصور المصوره بتاعت كل الفيديوهات اللي على القناه عندنا. الشخصيه اللي محطوطه فيها دي انا اللي مصممها بالكامل بالاي اي من فتره كبيره، وبطرق مختلفه واوضاع مختلفه عشان تنفع لكل الفيديوهات. حتى الفوتج او الفيديوهات القصيره اللي بحطها في اول الفيديوهات مثلا، او الشروحات او الامثله التوضيحيه زي اللي انتم شايفينها قدامكم دي، انا عملتها كلها بالذكاء الاصطناعي وباستخدام طول رهيبه جدا. كنت عملت عنها فيديو قبل كده كامل، تقدر تروح تشوفه، هيظهر لك دلوقتي. وكمان حتى لما بيكون في مساله محيراني مثلا، بدل ما كنا بنعمل زي زمان ونقعد ندور ورا المصادر والمواقع وايه موثوق وايه مش موثوق، لا بكل بساطه الاي اي بيعمل لك كل ده واكتر من كده بكتير كمان بمجرد دوسه زرار، ويديك المصادر كمان. المهم تعرف توصف صح، والاهم من كده كمان انك تختار الموقع المناسب لكل حاجه. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان المواقع المشهوره جدا والقويه جدا زي تشات جي بي تي مثلا او جوجل جيميناي مش ببلاش خالص، بالعكس ده بفلوس، وممكن تكون بفلوس كتيره احيانا كمان. مع ان بالنسبه لجوجل جيميناي ممكن تقدر تاخد النسخه الكامله من الفيديو اللي قلت لك عليه وبشكل مجاني كمان. طبعا في اعلانات كتير للاكونتات بقى المشتركه والكلام اللي موجود على فيسبوك، تشات جي بي تي ب 170 جنيه في الشهر والكلام ده كله. وطبعا لما بتشترك معاهم تدخل تلاقي مفرمه على الاكونت 7 8 مشتركين في نفس الاكونت ومواضيع مختلفه، وما تقدرش تسيف الداتا بتاعتك مثلا، ولا تقدر تخليه يحفظ الكلام اللي انت عايزه، او يحفظ شخصيتك، او يحفظ الداتا اللي انت بتكلمه فيها، بحيث لما تيجي تكلمه تاني تلاقي الموضوع بسيط. لا ده انت بتخش تلاقي معجنه جوه، وهو اصلا مش عارف هو بيكلم مين من مين. والاهم من كده ان كمان الحسابات دي كلها ممكن تقف فجاه. خلينا في المهم، انا جبت لكم النهارده اقوى واحسن مواقع مجانيه تقدر تعمل لك كل اللي انت عايزه وببلاش وباداء قوي زي المواقع والادوات المدفوعه. اول واشهر حاجه عندنا وهي طبعا تشات جي بي تي، وده مفيش مشكله مع النسخه المجانيه، غير ان انت عندك بس عدد رسائل محدود في اليوم، عدد معين من الصور تقدر تولدها او تجنريت صور بعدد معين في اليوم. واليومين دول بقيت احس ان الموضوع بيقل، او احيانا كده بمجرد ما بعمل صوره او اتنين بلاقيه راح قفل الموضوع عليا، حاجه منتهى الاستفزاز يعني. وكبديل اولا بالنسبه للبحث او توليد الافكار اللي بنستخدم فيه تشات جي بي تي، احب اقدم لك كلاود اي اي. بكل بساطه سجل دخولك عليه باكونت جوجل عادي جدا، اختار الخطه المجانيه، هتلاقيه الموقع بيقدم لك نفسه ببساطه جدا، وبيطلب منك الاسم اللي هيناديك بيه بعد كده والمجالات اللي انت مهتم بيها. وكمان عنده دعم كامل للغه العربيه وكمان اللغه العاميه، بس مش احسن حاجه يعني. المهم ان انا بمجرد ما دخلت عليه انبهرت جدا بالذكاء والبساطه اللي هو شغال بيها. انا ابتديت اساله في الاول اسئله بسيطه واطلب منه افكار لقناتي مثلا، بس الحقيقه كانت ردوده كويسه جدا بناء على ان انا بستخدم شات جي بي تي المدفوع وكمان جوجل جيميناي برو. حتى الردود بتاعته التفاصيل اللي فيها مترتبه. كمان لما جربت اتكلم معاه في اوضاع مختلفه مثلا زي الاوضاع الاقتصاديه، كان سريع جدا في البحث وتصفيه المصادر، وكمان النتيجه اللي بيعرضها لك كمان متلخصه. وحتى لما غيرت الموضوع بشكل مفاجئ وخدت رايه في موبايل معين، الحقيقه فاجئني، لاني طلبت منه ان هو يقول لي هو احسن حاجه في الفئه السعريه دي ولا لا. والسؤال ده انا جربته خلي بالك مع نماذج كتير قبل كده، بس اللي عجبني في الكلاود اي اي ان هو قارن مقارنه سريعه بسيطه في الامكانيات، وكمان اتكلم في السعر وقال لي ايه اقرب حاجه للسعر بتاعه، وكمان ليه الحاجه القريبه دي مش هي احسن اختيار. وبعدين قام قارنه بموبايل يعتبر قديم بالنسبه له الى حد ما، بس في نفس الفئه السعريه، وفي النهايه اداني المختصر المفيد ان هو احسن موبايل في السعر ده، من غير كلام كتير ومن غير دوشه كتير. وحتى بعد كده قمت مغير الموضوع فجأة وسألته سؤال طبي بسيط، واجابته برده كانت كويسة. خلي بالك ان كل ده بحاول اخده من موضوع لموضوع بناء على ان كل شخص منكم ممكن يستخدمه في ايه بالظبط. والاهم اني كنت بدور على حركة غبية كده كانت بتحصل مع النماذج التانية، ان هو يروح خالط المواضيع في بعضيها. كان لازم مع النماذج التانية انا اللي اقول له ان احنا هنقفل الموضوع ده وهنتكلم في موضوع جديد، لكن الحقيقة هنا هو ما وقعش في الفخ ده، هو عادي كان بيخرج من موضوع يدخل في موضوع اوتوماتيك وما بيدمجليش المشاكل كلها في بعضيها. وكمان طلبت منه انه يعمل بحث كامل منسق عن موضوع معين كتجربة، يعني لو حد فيكم احتاج يعمل بحث من عليه مثلا ولا حاجه. الحقيقه برضو النتيجه هنا كانت مبهره جدا. هو قسم البحث بشكل ممتاز ودور في المصادر بشكل كويس جدا، وقسم لي البحث فقرات وكتب مقدمه وخاتمه كويسه، وكمان اداني النتيجه عايزها مكتوبه بس، وعايز تاخدها كوبي وتعمل فيها اللي انت عايزه، ولا عايزها بي دي اف جاهز وتطبعه مره واحده، ولا نفسك في ايه بالظبط. فالحقيقه التجربه معاه كانت ممتازه جدا جدا، كون ان حتى دي خطه مجانيه. وحتى لما استخدمته في البرمجه طلبت منه ان هو يكتب لي كود لعبه مع شويه تفاصيل زياده كده، كان ممتاز جدا وكتب كود محترم.
بس للاسف انا مش عارف اشغله لان ما عنديش فيجوال ستوديو دلوقتي ولا عندي كومبايلر يشغله عندي على الجهاز، وحتى لما جربت له كومبايلر اونلاين لقيت ان هو مش هيشتغل عشان في مكتبات كتيره هو محتاجها. بس كواحد اشتغل بايثون قبل كده فتره، لا هو كاتب الكود بشكل كويس ومرتبه لك وحاطط لك العناوين بتاعته او مقسم لك بمعنى صح الفقرات بتاعته، بحيث ان انت لو عاوز تعدل حاجه او في مشكله تعرف تلاقيها بسهوله جدا. فمن ناحيه البرمجه هو شغال ممتاز جدا ما شاء الله عليه. وخلي بالك ان ممكن في المستقبل يعملوا حد يومي للاستخدام بتاعه. ففكره الفيديو ده بتقول لك ان انت مثلا لو شغال على شات جي بي تي او اي نموذج تاني وقفل عليك، في بدايل ممتازه كمل معاها وخلص شغلك من غير ما تستنى مثلا يوم جديد او تقعد تعمل ايميلات مختلفه والدوشه اللي احنا بنعملها عشان نعرف نخلص شغلنا على شات جي بي تي مثلا او اي حاجه تانيه. وده بقى يجيبنا للمرحله الثانيه، انت خلاص جبت الموضوع او الفكره او البرنامج اللي انت عايز تعمله، فانت هتحتاج مثلا شويه صور او كلام من ده. فانت لو هتحتاج تعمل صور لاي حاجه ايا كانت ايه هي، وطبعا ليا تجارب مبهره في الموضوع ده مع شات جي بي تي اللي غالبا بخلص الحد اليومي بتاعي كل مره اساسا في ان انا اعدل الصور اللي هو بيطلعها. وحتى لما بطلب منه شويه تعديلات بيعمل تعديلات جذريه، ممكن يغير الصوره من حاجه لحاجه فجاه. فشات جي بي تي لو ما طلعلكش الصوره اللي انت عايزها من اول مره وكتبت له الوصف صح، غالبا بالكتير ممكن تعدل عليه حاجه بسيطه جدا مره واحده، ده النفع. بس في الغالب شكرا، ابدا شات جديد ووصف من الاول بقى وحاول تتلافى الاخطاء في الوصف بتاعك. وجيميناي بقى حدث ولا حرج، ده مصيبه ثانيه يعني. فانا جبت لك موقع ممتاز جدا ومجاني لانشاء الصور. احب اقدم لك بينج كرييشن. طبعا بينج محرك بحث معروف جدا بتاع مايكروسوفت، ولكن ناس كتيره مننا ما بتفضلوش، بنحب جوجل اكتر. ولكن في الحته دي بينج كان متميز جدا في انشاء الصور وبيديك ليميت كبير واذكى من برامج تانية كتير. انت بس هتحتاج اكونت مايكروسوفت عشان تسجل عليه، ودي حاجه بسيطه يعني مقدور عليها. المهم انا اول ما استخدمته واجهتني مشكله مع اللغه الانجليزيه، فقمت رايح مستخدم جيميناي بشكل عادي جدا ايا كانت النسخه اللي معاك دي مش محتاجه حاجه، او شات جي بي تي حتى خليته يكتب لي البرومت اللي انا محتاجه بالانجليزي. يعني انا قلت له بالعربي انا محتاج اعمل صوره فيها 1 2 3 4، اكتب لي برومت بالانجليزي عشان يبقى البرومت محترم كده ومن غير اي غلطات. بس عايز اقول لك ان الذكاء وصل بجيميناي وحرقه الدم اللي انا كنت بكلمك فيها، اني بقول له اكتب لي برومت انشاء صوره، عمل لي الصوره نفسها. اللي هو يعني انت خد بقول لك خد الصوره كلها، ما تاخدش البرومت ده تروح تجربه مع برنامج تاني. يا دي النيله السوداء. المهم قلت له تاني يا عم انا عايز البرومت، فالحمد لله يعني في الاخر طلع لي البرومت، قمت واخده ورايح على بين كرييشن وكتبت البرومت وطلع لي نتائج قريبه جدا من اللي انا كنت عايزه، والحقيقه النتائج كانت كويسه جدا. قلت اما احاول مع بينج بالعربي كده، بس لقيت الموضوع صعب شويه، هو بيفهم حاجات غلط او جايز ممكن يكون الانجليزي بتاعنا في حاجات مكتوبه غلط. فابتديت استخدم النماذج الثانيه في انها تكتب لي البرومت بالانجليزي، واخد البرومت ده اروح احطه في بين كرييشن واعمل اللي انا عايزه. ولما حبيت اطور الموضوع شويه جبت صور القناه بتاعي والشخصيه اللي انا بحطها في الثامنيل واديتها لجيميناي عشان يكتب لي برومت يعمل لي نفس الصوره بالظبط عشان اقدر اشوف النتيجه على بينج. والحقيقه بعد شويه تعب مع جيميناي النتائج كانت كويسه الى حد ما كبير. خلي بالك ان الموقع بيديك 15 انشاء صوره في اليوم، وده عدد ممتاز، خصوصا ان كل انشاء انت بتعمله فيه 4 صور مختلفه مش صوره واحده، اختار منهم اللي انت عايزه. وكمان التعديلات عليه امرها سريع ومقدور عليه. ندخل بقى على الشق اللي بعديه اللي هو توليد الفيديوهات عشان تقدر تعمل مقاطع توضيحيه او اي حاجه نفسك فيها. وهنا لازم نذكر ان جيميناي اسطوره في الموضوع ده، خصوصا مع التحديث الاخير بتاع فيو 3 واللغه العاميه اللي فيه ممتازه جدا. ومعلش سامع يعني هاكد عليك تاني برضو ان انا شرحت الموضوع ده قبل كده وازاي كمان تقدر تاخد اشتراك مجاني لمده سنه من جيميناي برو. بس برضو النهارده هنجرب حاجه جديده. وانا في بينج بالصدفه لقيت اضافه جديده لانشاء الفيديوهات، قلت اما اجربها الاول. واول ما فتحتها لقيت ان هو لوحده بيظبط شويه حاجات كده في الوقت والمقاسات ومش عارف ايه بتاع، وكمان في اختيارين لانشاء الفيديو بسرعه وواحد تاني بياخد كذا ساعه. فقلت طيب خلاص انا هروح اجيب سكريبت انا جربته قبل كده مع جيميناي وطلع لي نتيجه مع فيو 3 او مع فيو 2، وهحط نفس البرومت ده في بينج كرييشن واشوف النتيجه اللي هتطلع عامله ازاي. المهم خدت النص وترجمته ترجمه حرفيه من ترجمه جوجل واديته البينج واستنيت النتيجه، يعني ما خدتش وقت كتير يعني الحقيقه. وتعالى نشوف انا وانت نتيجتين مع بعض كده. زي ما انت شايف ان النتيجه فعلا كانت ممتازه، خصوصا ان هو عمل لي نتيجه حقيقيه مش كرتونيه خالص. قلت طيب اجرب بفيديو تاني، والحقيقه برضو النتائج كانت كويسه جدا. اي نعم تقريبا هو فهمني غلط او الترجمه ما كانتش احسن حاجه، لكن النتيجه اللي هو طلعها دي ممتازه جدا. بس انا مشكلتي انا في الوصف، لكن الفيديو اللي طلع في الاخر كان ممتاز بصراحه. ايا كان بقى هو فاهم انا عايز منه ايه. المهم نسيبنا من بين كرييشن ونخش على موقع تاني. احب اقدم لك بيكالابس اللي بيديك 80 فيديو مجاني في الشهر في الباقه المجانيه بتاعته. وفي الحقيقه انا اول ما دخلت كده ودورت عليه في الخطط بتاعته لقيت الخطه المجانيه حلوه مش وحشه. الاهم بقى ان لما دخلت على المكتبه بتاعته لقيت تمبلتس جاهزه مبهره جدا. اخترت واحد منها والنتيجه بصراحه كانت جباره، مع ان هو الى حد ما بياخد شويه وقت على حسب الضغط عليه. يعني انا جربته مثلا مره الظهر خد شويه وقت كتير، لكن لما جربته مره مثلا بالليل كده بعد المغرب وبتاع لا طلع لي الفيديو بسرعه. وكمان على حسب الفيديو صعب لدرجه قد ايه يعني. المهم انا جربت فيديوهين من المكتبات الجاهزه بتاعته، تعالوا نتفرج على النتائج بتاعتها الاول.
خلي بالك ان هو عمل لي النتيجه دي كلها بمجرد بس ان هو طلب مني اديته الصوره بتاعتي بس، فانا اديته صوره وهو عمل لي النتيجه اللي انت شفتها دي. في الحقيقه النتيجه كانت جميله جدا وتستحق الانتظار. بالنسبه للفيديو ده فاحنا هنكتفي بالثلاث مواقع اللي احنا اشتغلنا بيهم دول عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. بس لو الفيديو عجبكم انا طبعا مستني رايكم في الكومنتات عشان اكمل لكم كمان مواقع تانية بتعمل حاجات ممتازه جدا طبعا بالاي اي. وطبعا لو انت كملت الفيديو لحد هنا فانا بشكرك جدا، وما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.